تخيلوا كده ان انا جيت العب لعبه كانت موجوده واعلاناتها موجوده على الاب ستور، اتشدت للعبه دي قلت طب وماله ما انزلها. بس بعد ما نزلت اللعبه وانا بلعبها حسيت ان في حاجه غلط. وهنا لما ركزت شويه في اللعبه ولقيت ان في حاجه غلط فعلا، لقيت ان الحاجه دي تخص ولاد العم، الخنازير اللي ما يتسموش. بس قبل ما اقول لك محتاج نرجع مع بعض عشان اقول لك الحكايه كلها. وانا قاعد بلعب لعبه قبل كده على الموبايل، فجاه طلع لي اعلان في النص كده بتاع لعبه تانية على الاب ستور، فكان شكلها ملفت جدا وشكلها حلو. ففي نفس الوقت قلت طب وليه لا، طب ما انزلها. بس بعد ما نزلتها بدات اكتشف ان اللعبه دي فيها شويه حاجات غريبه كده. يعني مثلا وانا بحارب وبضرب الاعداء اللي هم المفروض موجودين، لبسهم كان غريب بالنسبه لي. ولما وقفت اللعبه شويه ودققت في مناظر لبسهم، بعد كده لفت نظري ان ده شكل ناس معينه احنا عارفينهم كلهم كويس قوي. يا ترى الشكل ده ما بيفكركش بحاجه؟ ايوه، دول هم بالظبط. حتى لو انت ركزت على لبس الجيش هتلاقيه برضو شبه ولاد الخنازير. ولما قعدت ادقق اكتر واكتر وقفت كده ولقيتهم هم المقاومه الفلسطينيه. حتى لما جيت بتفرج على القواعد بتاعتهم لقيتها شبه القواعد اللي بتظهر في التلفزيون او اللي بتظهر على التيك توك اللي بيقعدوا يرقصوا فيها المجندات بتوع اسرائيل. وطبعا حاجه زي كده ما عدتش علينا مرور الكرام. قعدت ادور طبعا ورا قرار الشركه اللي عملت اللعبه دي لغايه ما في الاخر لقيت اللي فعلا كنت متوقعه. قعدت ادور يمين وشمال في الشركه دي، وبعد ما دورت ودخلت على الشركه نفسها لقيت البروفايدر اللي بيعمل اصلا اللعبه دي. لقيت المقر بتاعها فين؟ كانت في ضمن دول كتير، بس كان منهم دولة الخنازير. خدوا بالكم من اللي جاي، لان اللي جاي مش هيبقى مجرد تخوين او توقيع ما بين شعوب وخلاص، لا ده هيخلق لك رمز المقاومة اللي انت بتحبه هو العدو ليك في اللعبة، بحيث لما تشوف الشكل ده حتى لو في الحقيقة تبقى الطبيعي انك بتكرهه.